السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا النهاردة البانيه القمر ده، حاجة في منتهى الطراوة كده وهتنسيكي ان البانيه اصلا بيتقلي. هنسمي الله. معايا اول حاجة طماطميتين صغيرين او واحدة كبيرة، معايا بصلاية متوسطة وفلفلاية رومي. هنقطعهم كلهم سواء في الخلاط او في الكبة اللي متاح عندك، وهنبدأ نخلطهم عشان ناخد المية بتاعتهم. هحط عليهم بس سنة مية بسيطة خالص عشان بس ايه يمشي الخلاط عندي. بعد كده هنضربهم ضربتين حلوين زي ما انت شايفة كده عشان كله يمتزج مع بعض وكله يتخلط كويس جدا جدا. هبدأ اصفيها في طبق غويط عشان ده اللي هنعمل فيه التتبيلة بتاعت البانيه المشوي. هصفيه كويس جدا جدا، هستخلص منه كل المية اللي موجودة فيه. بعد كده هبدأ ايه هنظبط بقى التتبيلة بتاعتنا. معلقة فلفل اسود، معايا معلقة بهارات شوي. انا بجيبها من بره لانها ما فيها الزعتر، فيها الروزماري، فيها كل البهارات اللي انا ايه محتاجاها بتاعة الشوي. معايا نص معلقة صغيرة حبهان مطحون. معايا معلقة كزبرة ناشفة، الكزبرة الناشفة بتخلي فعلا طعم الفراخ حلو جدا يا جماعة. معايا ربع كوباية من الزيت، ومعايا معلقة كبيرة صوص باربيكيو. انا بحط بس بالمعلقة صغيرة عشان كده حطيت 3 معالق صغيرين. مفيش صوص باربيكيو ممكن معلقة كبيرة بابريكا مدخنة، برضو بتدي نفس الطعم. انا عايزة طعم الشوي يبقى في التتبيلة معايا. تمام كده. طبعا البانيه اللي انا بجيبه بيبقى يا جماعة متقطع تخين، سواء جايباه قطع على بعضها اقطعه تخينة او اخلي الفرارجي ايه يقطعه تخين. طبعا مغسول كويس جدا بالملح والليمون. بعد كده عشان ده نسيت احطها في الاول، مرق الدجاج الفوريه بتغنيني عن الملح خالص. بعد كده بظبط التتبيله واقلب كويس البانيه مع التتبيله، وبحطها في التلاجة اقل حاجه ساعتين. بعد الساعتين شويه زيت كده في طاسه نظيفه، وهنبدا نشوي فيها بقى ايه البانيه الحلو بتاعنا ده. هنبدأ نشوي البانيه يا جماعة. كل ناحية بتاخد حوالي من 4 ل5 دقايق عشان تبقى متكرملة وحلوه كده كده. وتبقى بصوا يا جماعه بتبقى من بره كده مقرمشه وحلوه ومكرمله، ومن جوه بتبقى جوسي جدا وطريه. بسم الله ما شاء الله، حاجه في منتهى الجمال. ما تنسونيش بقى حبايب قلبي في اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. واحب اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها. زي ما انتم شايفين كده ما خدش وقت كبير على النار، كل ناحيه بتاخد من حوالي 4 ل5 دقايق. ان شاء الله باذن الله جربوها وتعجبكم جدا جدا. انا بجد اول مره اعملها معاكم كنت على طول بقليه. انا بعد كده مش هقلي البانيه، انا هشويه كده خفيف جدا وطعمه حلو جدا وعجب جوزي جدا جدا. ان شاء الله باذن الله يعجبكم وتجربوه بالف هنا وشفا على قلبكم. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي معايا، هو ده اللون المكرمل اللي انا محتاجاه. بصوا يا جماعه حاجه في منتهى الجمال، ولا ريحه الشوي تحفه جدا ومن غير اي دخنه خالص. هو ده اللون الحلو ده اللي انا محتاجاه. بعد كده هنبدا نقدمه. انا كنت عامله جنبه شويه رز ابيض كده حلوين. ما عندكيش رز يبقى شويه سلطه وعيش، وبالف هنا وشفا على قلبكم.